طبعا عدي الدباغ لاعبا في نادي الزمالك، وطبعا انا بقول الزمالك كاسامي سمعنا، لكن انا دايما بقول الملعب هو اللي هيحكم. معاك ادم كايد، معاك شيكوبانزا، الاسامي الكتيره اللي جايه، هل حامد حمدان جاي ولا لا؟ انا دايما بقول كره القدم يا جماعه مش اسامي وبس، وانا دايما بمشيش بالفيديوهات، لكن اسم تاريخي طبعا. عدي الدباغ الهداف التاريخي المنتخب الفلسطيني، طبعا بيلعب في برده وسط اهله وناسه. فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك، نتمنى التوفيق ونشوف شخصيه. الكوره ما عادش فيها مستحيل، خلي بالك. الجماعيه، لياقتك البدنيه، الجماعيه، الضغط، القوه، التاثير، المدرب، طريقه اللعب، قرايتك للخصم، شكلك وانت بتدافع، شكلك وانت بتهاجم، الطريقه، التبديلات، التغييرات، اختيارك للتشكيل من البدايه، كل حاجه هنتكلم فيها ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله نتمنى التوفيق طبعا للمدرب الجديد، ونتمنى التوفيق للاعيبتنا، ونتمنى القادم يكون احسن ان شاء الله، والقادم ان شاء الله احسن. وطبعا نقول برضو لازم نتكلم على طبعا الصفقات اللي تمت دي كلها، ويعني نتمنى التوفيق ليها، نتمنى ان شاء الله، بس ما نستعجلش. الملعب هيحكم، المباراه الرسميه ماتش ورا الثاني هيبان الشكل والاسلوب. نتمنى التوفيق، لكن الشكل حلو، لكن الملعب حاجه ثانيه. نتمنى بقى الحاجه الثانيه دي والقوه والتاثير ان شاء الله مع بدايه المباريات وفوز نادي الزمالك، والمنافسه والشخصيه من الاسامي الموجوده دي ان شاء الله، والتركيبه مع المدرب يقدر التركيبه والتوليفه والخلطه تكون قويه ان شاء الله لصالح نادي الزمالك.